اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو اللي فات انا كنت قلت لكم ان الفراخ بتاعتي كانت تعبانه، كان عندها نزله برد وكان عندها دور اكسيديا اللي هو الاسهال المدمم. طبعا هو نتج عندي على البرد، هو جه ظهر عندي من البرد. لما خدوا نزله البرد اثرت عليهم، عملت عندي الاسهال المدمم. زي ما حضراتكم قلت لكم قبل كده ان الاسهال المدمم ده ناسف الاوزان، حرامي الاوزان زي ما بيقولوا في لهجه المربين الفراخ، بيقول لك حرامي الاوزان هو الاسهال او الاسهال المدمم او جميع انواع الاسهالات بمعنى اصح. فهو النهارده ان شاء الله ما شاء الله هم خدوا جرعتين علاج بس. الادويه اللي كنت قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات هم خدوا مرتين بس، نزلت لهم مرتين بس عشان خاطر الادويه ما تاثرش عليهم في الوقت ده، لان خلاص لسه لهم حوالي 5 ايام وهبيع ان شاء الله. فما ينفعش ان انا اديهم ادويه كتير وبعد كده اديهم لناس ياكلوهم، حرام عليا بصراحه، يعني هتحاسب على المنظر ده. انا مرضاش اكلهم اساسا، فانا نزلت لهم جرعتين علاج بس، و هكمل بالوصفات الطبيعيه بتاعتي مادام هو الاسهال وقف وحالته اتحسنت وبقت الخنفره راحت. هوريكم دلوقتي الحمام بالزرق بتاعهم شكله ايه على الارض. بدور لكم على حاجه اشوف اوريها لكم. هو ايه يعني الحمد لله الاسهال وقف، ما عادش فيه اسهالات الحمد لله. ممكن اوريكم هنا مسك نفسه خلاص، بقت الحته اللي فيها شكل العلف ده خلاص في كده ايه بقى خلاص الدنيا طبيعيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحمد ربنا طبعا لحقتهم الحمد لله اتم دورتي على خير ان شاء الله. طبعا راح مني نافق في الموضوع ده حوالي فرختين الحمد لله الحمد لله، ما راحش كتير. وطبعا لولا لحقتهم طبعا بالادويه. ما تقولوش اعشاب في الوقت ده، ما تقولوش هعمل خلطه اعشاب او خلطه مش عارف ايه او ايه او ايه وايه. لازم ما تلاقي في حاجه في نافق وفي حاجه زي دي لازم تتصرفي فورا وتجيبي تروحي للدكتور بيطري. خدي فرخه معاكي وروحي للدكتور البيطري يشوف فيها ايه. ماتت خديه شرحيها، انت لو بتعرفي تشرحي، ما بتعرفيش خديها للدكتور يشرحها. مفيش تستنيش، ما تستنيش تقولي لا ده انا هعمل وصفه فلانيه، لا يقول لك لا الوصفه دي لا، الوصفه ما هي الا حمايه وقايه، او عندك دور بسيط ممكن تشيله، خنفره بسيطه ممكن تشيلها، لكن حاجه شديده وفي نافق ما تقعديش ابدا، لازم تتصرفي فورا. طب هم حياتهم ما شاء الله كويسه واستعادوا نشاطهم وكل حاجه، عايز حاجه تفرفشهم بقى، حاجه تفرفشهم كده وتخليهم يجروا ويتنططوا. انا الوقت مجوعاهم شويه مش كتير على فكره، يعني هم في فراخ بتاكل اهي، في بواقي علف في العلافات بس يكون جميع العلافات دي فاضيه. فانا هنزل لهم الخلطه اللي عملت لهم قبل كده معاكم، بس شلت منها اضافه واحده عشان مش عايزه انزلها في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. الخلطه هي اللي خلطه الصاروخ اللي نزلتها قبل كده، هنزلها لهم تاني مجرد انها تفرفشهم شويه، تنعنشهم، تزود معايا الوزن، ترفع المناعه بتاعتهم، تخليهم يشموها ويجروا وتنططوا. ايه هي؟ هقول لكم على حاجه. طبعا هي الوصفه اهي اللي انا كنت عملتها معاكم قبل كده. الوصفه دي عباره عن ايه؟ ده كركم، معلقتين كركم، معلقتين زعتر، ده بصلتين كبار معاهم راس توم كبيره حوالي 20 فص توم، وعصرت عليهم ليمونه، عصرت نص قبل كده ونص هعصره معاكم. انا عايزه الوصفه دي تنعنشهم شويه، تخليهم يجروا ويتنططوا يستعيدوا نشاطهم تاني. طبعا انا هعصر الميه برضو ميه البصل ده، يعني معلقتين زعتر، معلقتين كركم، بصلتين كبار وراس توم كبيره. انا هعصر الميه على الميه اهي. طبعا الخلطه معايا طبعا معايا علف اهو، ده حوالي 4 كيلو علف، اخر حبه في الشكاره. طبعا اسعار العلف ما زالت مستمره، هي نفس الثمن اللي بقول لك رخص، مفيش حاجه رخصت. طبعا همسح الطبق، انا مش هسيب حاجه في الطبق. عشان
شغاله بايد واحده، عشان كده مش مالكه نفسي. وهمسك الخلطه دي اقلبها. انا ما حطيتش ايه المكون اللي ما حطيتوش. المكون اللي ما حطوش هي الخميره. انا مش هحط خميره لان انا مش عايزه برضو لسه فراخي برضو مش قد كده، فانا مش هحط خميره. لان الخميره بتتحط زي ما قلت لحضراتكم لازم الفراخ تبقى صحتها 100%. هو ان هم استعيدوا صحتهم وصحتهم بقت كويسه، بس انا مش هحط خميره برضو. ممكن بقى تزودي عسل برضو، العسل ما يتحطش برضو عندي. ممكن تزودي معلقتين عسل اسود، لان العسل الاسود هياكلوا كتير يشربوا ميه كتير هيجي لهم اسهال تاني، وانا مش عايزه يجي لهم اسهال تاني. لو فراخك حلوه صحتها حلوه ما جاش اسهال قبل كده، حطي 3-4 معالق عسل على الخلطه دي، جميله جدا. عسل اسود بيزود الوزن جميل جدا، بس انا مش هحطه عندي. قلبته كويسه واحطه للفراخ، لان الفراخ بتاكل في رجليها من تحت. شموا ريحه واقفين اهو، شموا ريحه البصل والثوم، ريحته بتبقى نفاذه، فهيتلموا على الاكل. شوفوا حضراتكم هما بيجيبوا بعض، بدأوا يتلموا على الاكل، يقوموا هياكلوا. لان ريحه البصل صعبه جدا هي، وريحه الثوم وريحه الاعشاب صعبه، ريحه الزعتر فظيعه بصراحه، جامده جدا. اما انا حطيت ايه؟ حطيت بصلتين كبار، راس ثوم كبيره بحالها، راس ثوم بحالها كبيره فيها حوالي 20 فص ثوم كبار، وحطيت ليمونه كبيره عصرتها عليها، وحطيت معاهم كمان ربع فنجان خل، وقلبته في العلب اهوت. ممكن لو فراخ سليمه 100% ما جالهاش اسهال قبل كده تحط معاهم كيس خميره وتحط معاهم معلقتين عسل، ده زياده. لكن انا مش هحط لا الخميره ولا العسل عشان انا مش عايزه اسهالات تاني. كفايه الحمد لله ان انا قدرت اسيطر على الموقف. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت الاكل والميه، وطبعا كلهم قاموا هياكلوا ويشربوا الحمد لله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا انا خطيت مرحله الخطر طبعا، الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. وهعمل ايه معاكم دلوقتي حالا، لان كان في من ضمن المتابعين حبايبي اخواتي، طبعا اخواتي في الله كلكم، وطبعا بشكرهم كلهم على التعليقات الجميله وعلى اللايكات اللي بتحطوها وعلى المشاهده اللي بيشوفوها. طبعا الفيديو اكتريه الناس بيشوفوه للاخر، والحمد لله طبعا بحمد ربنا وبشكره الف مره. هعمل ايه دلوقتي؟ كان في واحده من متابعين الجمال فقالت ان انا عايزه تعرف الاوزان ايه في العمر ده. هوزن معاكم دلوقتي حالا وهقول لكم الاوزان ايه. طبعا اعملوا لايك للفيديو، لايك كتير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس وكومنت حلو وشجعوني. وطبعا بشكر كل المشتركين اللي عندي وكل الناس اللي بيشاهدوا الفيديو، وبقول لهم الف شكر من هنا. وطبعا حطوا لايك للفيديو وهوزن معاكم الفراخ حالا. طبعا الميزان بتاعي اهو، الميزان طبعا شفتوه حضراتكم قبل كده ومشغلاه اهو، مصفراه اهو 0 0 اهو. وهجيب الفراخ حالا دلوقتي. الفراخ بتاكل في رجلي، الفراخ دي صعبه جدا. انا هجيب الفرخه معاكم حالا وهوزنها معاكم اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اهي الفرخه واقفه، والميزان 2 كيلو و200، هي 22 ديت يعني 2 و200، يعني الميزان ده قبان كبير طبليه زي ما حضراتكم شايفين. فرخه اهيت والميزان اهوت 2 كيلو و200. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي فرخه هنزلها وهجيب لكم فرخه تانيه. طبعا هجيب لكم فرخه تانيه حالا دلوقتي. الفراخ بتاكل في رجليها من تحت، صعبه جدا جدا، مفترسه ما شاء الله. ديك اهوت، شوفوا على الميزان فوق 2 كيلو و300. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. طيب دي 2 كيلو، دي الاوزان اللي عاليه. هجيب لكم بقى الاوزان الثانيه. 2 كيلو و300 ده اكتريه الفراخ بالوزن ده. بسم الله ما شاء الله، اكتريه الفراخ معايا بالوزن ده. يعني انا ما عنديش في الفراخ دي سرده، ما يجيش يجي 5 فراخ سرده. يعني قلت لحضراتكم ما عنديش يجي 5 فراخ سرده في الفراخ دي. متوسط الوزن عندي كيلو 700 وكيلو 600. دي في الديك اهو برده كيلو 800. بسم الله ما شاء الله، كيلو 800. يعني هو ما نخلص دوره على خير ان شاء الله هيكون عدى ال 2 كيلو. هنزله هجيب لكم فرخ تاني برده. دي بربرايه متوسط الوزن بتاعي كيلو 700، لا ده كيلو 800 كمان. بسم الله ما شاء الله، كيلو 800. دي بربره اهيت مش ديك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، كيلو و800. هوريكم بقى الفرخ السرده. انا عندي 5 فراخ سرده بس، هوريكم وزنهم قد ايه. وبقى الفرخه السرده اللي عندي 5 فراخ منها وزنها قد ايه؟ لما تحط على الارض وزنها كيلو 400، يعني داخله على كيلو ونص. كيلو و400 دي الفرخه السرده اللي فيهم. عندي بقول لكم 5 فراخ من النوعيه دي بس، ما شاء الله اللهم صل على ما شاء الله اللهم صل على النبي. كل الفراخ معايا اوزان اقل وزن فيهم كيلو و800. يعني عندي من 2
من 2400 لكيلو و800. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه ادعوا لي كده بظهر غائب كده ان ربنا يتمم دورتي على خير ان شاء الله، وابيعهم ان شاء الله على خير. ويعملوا لايك للفيديو، لايك لايك لايك، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس وابعتوا لي كومنت حلو زي حضراتكم كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.